عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب أمورة الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة واحسن حال. قبل اي حاجة يا جماعة كده نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونعلم ربنا يرحمه اللهم امين. النهارده يا جماعة الفيديو بتاعنا فيديو قوي جدا جدا، بس قبل اي حاجة انزل حط اللايك. طبعا يا حبايبي حذروا فزروا، يا ترى يا هل ترى احنا فين؟ احنا فين؟ جيران. طب بنعمل ايه في بيت الجيران يا ماما فادية؟ هقول لكم بنعمل ايه في بيت الجيران، بس اول حاجه ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشني كتير كتير قد الدنيا كلها. النهارده ماما فاديه واموله وبابا جمال وام مالك، ازيكم يا حبايبي؟ النهارده قررنا يا حبايب قلبي، يعني انا ما هقول لكم قررنا ايه ولا استنى شويه؟ لا قول. مش هقول لكم. النهارده طبعا انتوا شايفين احمد مسوينا. لا وانا مشتركه معاكم لان انا في الشقه وزعلانه عشانكم. كل ما اشوف المقالب وكل ما اشوف اللي عامله فيكم، الثلاث اجزاء اصعب من بعض. ايوه. فاحمد يا حبيب قلبي النهارده رايح يستلم موتوسيكل بتاعه، ماشي، وفرحان بيه وفرحان بلونه وفرحان بشكله. بجد مشوقنا نشوفه. والله دي حقيقة. فشوق. احنا طبعا هو يعني من كلامه عليه احنا حبينا لون الموتوسيكل وشكل الموتوسيكل والتعديلات. واحمد ده انت رايح فين يا احمد؟ انا في القاهره بجيب حاجه مش لاقيها، اجيبها عشان اجيب الحاجات الاصليه. في المنزلة. انا في المنزله، انا في المنصوره بدور على الحاجات الاصليه عشان ايه؟ اكمل اللي كل الموتوسيكل بتاعي يبقى كل حاجه فيه بيدور على الاصلي على طول. ف ان شاء الله احنا هنخلي له الاصلي اصلي. مع الحد دوست الموتوسيكل عارفه يا منى اللي هو يعملوا فينا كوم واللي احنا هنعمله فيكم. كوم تاني خالص. يا كسرة خاطرك يا اخوي. فاحنا بقى بنعمل ايه؟ طبعا ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. ربنا يسعدكم ويهنيكم ويبارك فيكم يا رب، ويرزق كل مشتاق الذريه الصالحه يا رب اللهم. ويفرجها على المسلمين جميعا، وكل عام وانتم طيبين ويشفي كل مريض. احنا في ايام طبعا مفترجه. احنا بنعد العده لاحمد للمقالب اللي عملها فينا كلنا. طبعا هو طبعا طاير بالموتوسيكل في السماء وبلون الموتوسيكل بقطع الغيار اللي اشتراها الموتوسيكل، وبقى له يجي شهرين شغال في الموتوسيكل واصرف له ب 50,000 على الموتوسيكل وشغال بقى ايه مصاريف على الموتوسيكل، وبقى رايح يجيب لنا الموتوسيكل عشان نشوف. فاحنا بقى هنعمل ايه؟ هنقول له ايه اللي انت عملته دي وفين المصاريف اللي انت عملتها؟ لازم يتكسر بخاطره النهارده. الموتوسيكل ربنا ما يكسر بخاطره ابدا. الشر طريقه يا رب. هو ده لون تعمل له الموتوسيكل. امال فين المصاريف ده؟ انت بوظته، ده كان شكله الاول احسن. وهنديهم له في الايه؟ في العمل الاول وبعدين يبقى نقول راينا بعدين في الموتوسيكل. بصراحه حاسه متفائله جدا انه يبقى كويس هيبقى جميل. كلامه عليه، بس احنا حتى لو شايفينه حلو احنا هنقول له هو مش حلو، هو يعني ايه اللي انت عملت فيه ده؟ لا يعني هو دايما ذوق احمد يا امونه، يعني والله العظيم ذوق احمد دايما حلو. لا لا لا، احمد هياخد الصدمه بجد، لان احمد بيصور وهو رايح يفاجئكم بالموتوسيكل. بجد انا خدت الصدمه بجد. انا خدت الصدمه. ربنا يسترها ويرجعوا من قلبكم كده لاحمد، ربنا يكفيه شره يا رب كده يا رب اللهم امين. وينجيه وينجي حبايبكم كلهم كده يا رب، يكون شر الوحش وابن بالجمله. فاحنا ايه بقى قبل اي حاجه يا حبايب قلبي طبعا ما ننساش اللايك والكومنت الجميل والدعوه الحلوه لاحمد. ايه يا ولاد، ما تقولوا انتوا في بيت الجيران بتعملوا ايه؟ احنا في بيت الجيران يا ام مالك علشان احمد ما يخطرش في باله نهائي. مثبتين الكاميرا فين؟ ان احنا نثبت له كاميرا في بيت الجيران، او ان احنا ايه نكون بنصوره، او ان احنا نكون مظبطينه يعني، لان احنا هنظبطه ان شاء الله. ان شاء الله لما يجي بس. وطبعا انا ما عنديش شك نهائي في ذوقك يا احمد، لان انا عارف ان انت نضيف في نفسك وفي حاجتك اللي بتركبها، وانا عارف ما شاء الله عليه ربنا يحميه. عامل حاجه عاليه، انا متاكد من كده من غير ما اشوف. والله العظيم يا حبايبي انا بخاف على احمد اخويا من الموتوسيكل الياباني ده موت. يعني بقول مهما كان العربيه بيسرع او كده، فالعربيه كبيره وحكماه، انما الياباني على قد ما تسرع يديلك، على قد ما تسرع. معايا انا واحمد كنا الساعه 10 بالليل بنطير علينا تطق في دماغهم ويروحوا راس البار. فاكره كنت حامل وتركبي الموتوسيكل وتطير. فطبعا يا جماعه احمد كان يلا يا اموله يلا يا احمد. دلوقتي كانت ايلن في بطنها، دلوقتي ايلن على دراعها. هيلبسوا ايلن الخوذه ويحطها في النص ويطيروا. بيصدقوها بينا انا وهو، بصوا هنطير ان شاء الله. شايفين لونه فين يا اولاد؟
شايفين لولي فين ومواد مش واخدين بالهم اصلا. يا ايلين يا قلب الخسه. يلا بينا يا حبايبي، مش عاوزين نطول عليكم اكتر من كده. ثبت كاميرتنا ونقعد نستنى الباشا العريس بقى كده بالموتوسيكل بتاعه، جايب العروسه بتاعته وجاي. ونستناه كده عبال ما يجي. وقبل اي حاجه ونثبت كاميرتنا ونشرب الشاي بتاعنا ويجي. لازم ياخدهم في دماغه النهارده، بما ان ام مالك موجوده يا احمد وما حضرتش عمايلك فيهم. انا هوريك تعمل في اموله حبيبه قلبي كده ليه، وماما فاديه واسماء وبابا كلهم. والله يا بابا عاوزه اقول لك انت لو لفيت الدنيا تجيب زي اموله، لا والمشكله انك واثق في كده. يلا حصل خير، بس بجد كان باين عليه الارهاق في الفيديوهات خالص. هبط 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 في الثلاث اجزاء دول. يوم واحد قاعد فيديوهات، يوم واحد يعمل في نفسه كده، وكل ده في يوم واحد. ربنا يكفي شر الوحش يا رب. يا رب اللهم امين. اخواتي وحبايبي متابعيني فانزاتي في جميع انحاء العالم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده فيديو بالنسبه لاحمد سعاده قلب وفرحه قلب، ولحظه مستنيها اقسم بالله من 4-5 شهور. يعني بصوا قلت اشارككم الفرحه معايا واخد رايكم في ذوقي وفي ذوق احمد صديقي وفي ذوق اللي احنا عملناه من الاخر. اخواتي حطوا لايك، ولو مش مشترك اشترك في القناه وانضم لعيلتنا عيله احمد وامل. النهارده يا جماعه انا مبسوط جدا جدا جدا. قمت على خبر حلو، الموتوسيكل بتاعي خلص يا جماعه. الله اكبر الله اكبر. 4-5 شهور، وطبعا الموتوسيكل ده 4-5 شهور بشد فيه كتير جدا جدا جدا. كنت فقدت الامل فيه ان هيبقى عندي موتوسيكل ياباني تاني. تعبت كتير في شدته. سافرت له مصر، وسافرت له بورسعيد، وسافرت له المنزله، وسافرت له اكتر من مره اماكن كتير لقطع غياره مش موجوده الا فيها. الموتوسيكلات الريس او الياباني مش موجود غير تصليحها في كم مكان في مصر. فبامانه انا ما سبتش ولا مكان من دول غير ما رحت له. ارهاق وتعب وسهر في الورش وحاجه كده. بصوا اخر تعب من الاخر يعني، لغايه ما ربنا الحمد لله اكرمنا النهارده ميعاد استلام الموتوسيكل. قلت اخد حبايبي واصحابي كده وانا رايح استلم الموتوسيكل كده واعرفهم انا عملت ايه بالظبط، ويقولوا لي طبعا كل الجمهوريه تقول لي رايها في التعليقات في الذوق وفي الشياكه وفي الاناقه اللي حصلت. طبعا احنا جددنا الموتوسيكل كامل 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 كامل، كل صغيره وكبيره فيها متجدده. لغايه اقول لكم على حاجه، لغايه المسامير اللي بتربط بيها كلها جديده. وكل بقى اللي مطلوب من اخواتي في الفيديو ده بالله عليكم بالله عليكم عجبكم او ما عجبكوش ده برضه تكتبوا لي في التعليق بامان. انما طالما هتنزل تكتب تعليق بالله عليك ما تنساني بالدعوه. ربنا كده يا رب كده يكفيني شر الطريق ويكفيني شر سكرات الطريق ويكفيني شر الموتوسيكل نفسه، لان الموتوسيكل الياباني ده حاجه صعبه جدا جدا ما يعرفهاش غير اللي معاه موتوسيكل ياباني. ما يعرفش ضرره ولا يعرف قوته غير اللي معاه موتوسيكل. فبتمنى من كل اخواتي يا رب يا رب كده يا رب زي ما بتتمنوا لي انا بتمنى لكم اكتر ان شاء الله باذن الله. اخدكم معايا وانا رايح استلمه، وهنزل لكم صور الموتوسيكل هنا كده القديم حلو، ينزل هنا كده. خلي اموله تنزلوا لكم كده كام صوره للموتوسيكل القديم كده ان شاء الله، وانزل لكم الموتوسيكل الجديد بقى وتقولوا لي في فرق يا احمد او مفيش فرق، او انت ضيعت وقتك في الفاضي، او بالفعل انت عملت لمسه في الموتوسيكل جماليه، لمسه كده حلوه يعني تستاهل كلمه حلوه. تمام؟ خليكم معايا كده لحظه بلحظه بالله عليكم النهارده، وان شاء الله اتمنى ان الموتوسيكل يعجب الجماعه. عندي برضه امي وامل وابويا واخواتي والكلام من ده، لان في بدايه ما انا كنت بشد الموتوسيكل كان سليم وكان اموره تمام، ما كانش في اي اعطال. بس انا اللي حبيت اجدد كل حاجه فيه، اعمل كل حاجه فيه على مزاجي، يبقى بيني وبين الموتوسيكل ده حاجه كده عشره كده. بالفعل وصلت ان يبقى بيني وبينه عشره. فكانوا هم معترضين في الاول طبعا، يا عم الموتوسيكل مفيش فيه حاجه، الموتوسيكل سليم، الموتوسيكل مش واقف. فانا كنت شايف نظره تانيه ونظره جمال تانيه في الحاجه اللي تكون مع احمد او الحاجه اللي تكون معايا، لازم يكون فيها لمسه جمال او نظره جمال، نظره تخطف كده، لازم تكون حاجه مميزه. يا رب يا رب يا رب بعد التعب وبعد الوقت ده كله يعجبكم وينول رضاكم كده. يعني اقول لكم على حاجه، بتمنى كل التعليقات تنزل تكتب لي كده، بس انا محتاج منكم ربنا كده يستر طريقك، ويا رب يا احمد كده يكفيك شره
بحبكم قد الدنيا كلها، وانتظروني. يلا بينا بقى هنروح. بس دي بقى ايه؟ دي الشنطه بتاع الموتوسيكل بقى، التليفون، الفلوس، الرخصه، كل الاغراض، كل حاجه هتلاقي هنا في الشنطه دي. يلا بينا عشان ما اطولش عليكم. فيديو النهارده جميل. انا بتمنى من ربنا ان ساعه ما الجماعه عندي يشوفوه يقولوا لي الله ده كان وحش، انت صح. انا نفسي اوصل للحظه دي والله. دعواتكم ليا. يلا بينا يا جمهوريه، شجعونا يا جمهوريه. احنا فكرنا مفيش مقارنه. يلا يا اولاد. اخواتي وحبايبي، يا الله على الفرحه والسعاده والهنا اللي انا فيه، الهنا اللي انا فيه. بصوا يا جماعه بالله عليكم، انا هوريكم المكنه، هوريكم الموتوسيكل، وبامانه وبكل امانه هنزل لكم صوره قبل ما اشده، وانزل لكم صوره بعد ما استلمته النهارده. طبعا ما رضيتش اصوره ولا رضيتها بص اي حاجه كده غير لما اغسله غسله كده على مزاجي كده علشان يطلع حاجه من الاخر. هوريه لكم بامانه كده. كله يصلي على النبي كده قبل ما نوريكم الموتوسيكل كده. كله يصلي على النبي، كله يصلي على النبي يا جماعه. صلوا على النبي، صلوا. الغزال الاصفر، الغزال الاصفر. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. كله كده يقول الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر عليكي يا غزالي. ما شاء الله يا جماعه. رايكم بامانه، بامانه اللون يخطف، اللون يخطف. كنتش متوقع ان بعد ما نختار اللون يطلع بالجمال ده بامانه. ايه رايكم بالله عليكم؟ كل واحد يقول لي ايه رايه في التعليقات. المكنه الاول ولا كده احسن؟ طبعا ما شاء الله كل حاجه فيها حاجه كده ايه، كل حاجه فيها معموله بتكتكه خالص خالص خالص. شغل مهندسين عالي 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 والله، اقسم بالله. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا بقى مين اللي شد لك المكنه دي يا احمد، ومين اللي روق لك عليها كده؟ اللي روق لي على المكنه دي يا جماعه باشمهندس احمد ايمن، مهندس الديكور اللي عامل لي الشقه، مهندس الديكور اللي عامل لي الشقه ده. عاشق 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 للموتوسيكلات الياباني، وهو اللي قال لي بص بقى المكنه دي انا هسلمك حاجه ما كنتش تتوقعها. بامانه ايه رايك في شياكتي؟ الحاجات الجامده حاجتي. كل واحد ينزل كده يا جماعه يصلي على النبي في التعليقات ويقول لي رايه بكل امانه، بكل امانه. ده طبعا الشكمان التعديل، سمعكم صوته دلوقتي. الشكمان ده تعديل يا جماعه، صوته رعد، رعد اسمه الرعد بقى، انا مسميه رعد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كل حاجه فيها بتكتكه عاليه جدا جدا جدا. الجنط جاي مع اللون، حتى الختم بتاع الشكمان جاي مع اللون. كل حاجه فيها ما شاء الله ما شاء الله. والله انا انبهرت عن نفسي اقسم بالله. فبتمنى منكم كده كله يقول لي رايه. وانا بصوا بقى يعني انا هروح البيت هم هينبهروا والله والله هينبهروا، هيتفاجئوا هم. انا نفسي لما شفتها وبعد التشطيب اتفاجئت، ما بالكم هم بقى. يلا بقى علشان اسمعكم صوتها. زي ما عرفتوا العربيه بتاعتي لونها مميز مكه. الموتوسيكل بتاعي لونه اصفر. مش هتلاقوا موتوسيكل على مستوى المنصوره كله اللون ده غير الموتوسيكل بتاعي، تمام؟ عشان بقى لما تشوفوا الموتوسيكل ده معدي تعرفوا ان هو انا، عشان لو لابس الخوذه تعرفوني. سمعكم صوته. بسم الله. الله اكبر، الله اكبر عليك يا باشا، الله اكبر عليك. الله يحرسك من العين، الله يحرسك من العين. قشطة عليك يا باشا. يلا يا اخواتي بقى، الفرحه مش سايعاني، قلت افرحكم معايا. اروح بقى افرح ابويا وامي بقى، وامل ساعه ما تشوفها تقول لي خدني لفه، خدني لفه. نركب الخوذه بقى في دماغنا، نركب الخوذه في دماغنا انا وامل، ونتشقى تاني بقى زي ما كنا بنتشقى قبل ما البت ايلين تيجي. كنا والله بنتشقى قبل ما ايلين تيجي يا اخواتي. كنت اخد امل على الموتوسيكل ده ورايا والبسها الخوذه ونطير على راس البر.
بأمانة ايه رأيك في شياكتي؟ انزل قول لي ايه رأيك في شياكتي بكل أمانة. يلا يا اخواتي بقى ايه، خلينا نروح نكمل الفيديو الجميل ده مع الجماعة هناك. يلا وصل الغزال الاصفر. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الغزال الاصفر دي انت بتصور ولا ايه؟ امال ده احلى فيديو هينزل على القناه. اقفل يا احمد، اصلا اول ما يشوف الموتوسيكل ده هيقرف من شكله. هو ده اللي انت تعبان فيه بقالك كام شهر؟ يا خساره اللون الجميل بتاعه، يا خساره حلاوته وشياكته اللي كانت فيه. ايه دي؟ يا ساتر يا رب، ده انا هرجع. دي خساره هرجع حلاوته. اللون الجملي بتاعه ده كان تحفه. دي خساره حلاوته وجماله. ده اللون الجملي كان تحفه. يا احمد اللي خلاك تغير لون. شوف امه انت بتتكلم بجد. امال يعني بنهزر؟ اقفل بس، اقفل الكاميرا دي، اقفل. انا هقفل اصلا. لا ما انتش منزل. خلاص ما فيش فيديو ولا كده. ما انتش منزل الفيديو. ولا فيديو بلا زفت. فيديو ايه اصلا اللي ينزل بالقرف ده؟ انت ما دي انتش. ذوقه اصلا. ده حد اصلا يقول لحد بذوقه كده؟ انت يا احمد حاجه ما شفتهاش أنا بقى. اتصدمت. عشان انتوا عرفتوني أنا اصلا. انا اتصدمت. محدش ده اللي نفسي ابص له. لا بجد، ده انا بقالك 4 شهور بجد. شغال في ايه؟ أنا رايح بجد. القاهره، جاي من القاهره، رايح المنصوره، بجيب الحته الاصليه، بجيب ايه اللي انت عملته ده؟ لا يا بجد، جمال اللون الجملي بتاعه. انا مش عارفه اقول لك ايه، انا قرفت بجد. ده ولا انه يقرف فعلا. حقيقي شكل حاجه في بالي كده يا هبول. لو سمحتوا اسكتوا بقى. انا طول عمري بثق في ذوق. اول مره تعمل حاجه كده ما تعجبنيش. انا اصلا غلطان اني بسال حريم ايه رايكم في ذوق موتوسيكل ياباني. انتوا ايه اللي عرفكم اصلا بالموتوسيكلات الياباني ولا عاجبك بذوقها يا اصلا؟ جمال؟ عاجبك؟ ماشي، احنا وحشة مالناش بقى. حاجه، احنا مالناش حاجه على الموتوسيكل. بس اللون التاني كان احسن يعني. اللون التاني كان احسن؟ آه. والله ما حدش فيكم هيركب وانا اللي هركب. حقيقي انا بجد كنت متشوقه اشوفه من كلامك عليه، لكن بجد اقسم انا بالله قلت انا جسمي اصلا ما اشوفه برتاحش. يا احمد بالله عليك شوفه من قدام، لان لا بجد لا عوض في عارفة. الفلوس اللي استلفت كل شويه. انا عاوزه اجيب الاصل. عادي يا جماعه، كل ما شوية. اللون بالنسبه للون يغيروا عادي. لا انا ما قلتش مغيره. انا غير المكنه كلها على انها ما لا طالع وراجع من غيرها كلها. ما براحتك. كل ما هي بايته في البيت. يا لو ريت بعتها. يا ريت تبيعها يا احمد بجد. انا بقول لك لقيت والله أصلاً انا هبيعها واجيب واحده تانيه النهارده. لا ولا لا، تجيب ولا ما تجيبش، بس اهم حاجه ما تجيبش اللون ده بجد. انا يا شيخ انا هبيعها واجيب واحده تانيه صفر. يلا بقى. ده هو ده اصلا. انا اللي مختار اللون ده اصلا. ازاي اللون ده وحش يعني؟ الناس كلها اللي يشوف كل طول ما انا جاي اللي يشوفها يقف يتفرج عليها ويقول ما شاء الله. لا كان بيجاملك. ده صاحبها عارفها. اقسم بالله صاحبها معرفي اللي انا شاريها منه. كان بيجاملك يا احمد. بيجاملني. انا بجد يا مبورة مش عارفه اوصف. انا هو الاصفر بتاعها مش حلو. عامل زي يصفر شغلك، يصفر تعبك. لا بجد مش انت بتاخد راينا يا احمد؟ لا مش قادره استوعب. لا انت لا، ايه ما بتطلع باخدش وانا رأيك. اجيب المكنه لا، أنا ما باخدش رأيكم. وكل شويه تقول لي المكنه وفروا رايكم رافع، لنفسكم. المكنة اما بعد رافع. اذنك يا اما وفروا رايكم لنفسكم. يعني عشان رايهم ما عجبكش وفر يعني. كل واحد يوفر رايه لنفسه عشان انا هولع فيها ويقف في الثانيه. لا. المكنه بتاعت خاله شكلها حلو يا ملك. ايه والله العظيم انت اول واحد بتفهم يا قلبي. شكلها عجبك يا اقسم ملك؟ بالله انت اول واحد احسن دي بتفهم. ولا اللون اللي فات؟ يا الله يكبر خاطرك. احسن دي. خد. احسن دي. خد يا والله انت اول واحد بتفهم. احلى 100 جنيه. يلا. الولد اتبسط بال 100 جنيه يا ومشي. الله وكمان ده انت يا اخي اقسم بالله الوحيد اللي جبرت بخاطر لازم يتجبر بخاطرك يا قلبي. هو انت قولي رايك يا معلم. اعمل فيكم انا هولع في امي انا ولا اعمل فيكم؟ يا ريتني ما جبتها وجبت لكم. قولي رايك. ما هو انت طبيعي هتقول جميل عشان تاخد 100 جنيه زي ما هي. لا مش عايزة فلوس، بس هي والله حلوة. هي مش عاوزه فلوس بس بتقول لك والله حلو. كده تمام. مش عايزه فلوس وهي حلوه. ايه ده الصدق طلعت حلوه، شكلها حلو. اقسم بالله ما انت واخده ولا شيء له. مش لازم رايك مش اصلا. عايزه منك حاجه وانا هكذب علشان اخد منك فلوس لا، لا، جنيه. لا، بجد لا برشحها اللون اللون الحقيقي الأولاني. طبعا اللون الاولاني خرافه. ده لون ملوكي. طول عمري شفت بقول يا بنتي الذوق انا كنت فيها. كنت مصوره بتيشيرت في رمضان كان لون المكنه كده. الصوره دي كانت جميله. وانا كنت مصوره عليه قبل كده لا برضه. بالنسبه صراحة للتيشيرت ما أنا عليه اشتري افتكرت تيشيرت اللون اصفر يعني. التاني. ايه اللي حصل؟ ده وبعدين ما هو عندي. اللون التاني كان جبار، كان قليل كده لما بشوفه. مش معنى كده اني لو بعقدك تعرفوا فيها. ودينا انت دي. عقدتوني فيها. مكنه لسه ما باتتش عندي ليله وكرهتوني قلت اركب عليها اصلا. مش بتقولي مش معنى كده ان انا بعقدك فيها. انت مش اقول لك هولع فيها ما ونش بياع. ولا
اما تولع أنا اللون ده وجع عينيا اللون أصلا. كده قدام. اللون ده وجع عينيا وخلاني مش قادره اتلم على اعصابي بجد. شيلها من قدامي يا احمد، شيلها من قدامي. يا اما خلاص هو حر يا اما هو ايه. اللون الاصفر ده اجمل لون، حتى اتذكر في القران بقرات صفراء فوق لونها. سير الناظرين. يعني اللون الاصفر ده اجمل لون اصلا، اقسم بالله اجمل لون. هو عاملها عشان كده يا ولاد. دي وحشه. حته المرايه بتاعتها تسوى الفتله وحاجه. دي مريتي لا اصفر دي اصفر كده أحمر. دي مرايه ولا جرس؟ بالله يا شيخه ما انا تسخسخ لسه اقول كده هي بقعد دي مرايه ولا ما جرس يعني؟ تاخدوش يا مقدس، سيبيه كده خلينا نشوف هنعمل والله ما انت سامع، هسيبكم وامشوا والله. ولا شيلها من قدامي بالله عليك. انا ما باخدش رايكم، انتوا شويه حريم قاعدين في البيت، اتخذ رايكم في موتوسيكل ياباني ازاي يعني؟ انت طلبت رايي والله انا طلبت وانا اللي غلطان. انت طلبت رايين، انت حر. انت هتفضل سايبها قدامنا بشكلها دي يا عم. لا جميل بجد شكلها حلو. الصراحه والله العظيم زهر جميل بجد اتفاجئت بالشكل. الشمس شكلها تحفه ما شاء شكلها حلو الله. قوي قوي. ده هو فعلا الاصفر بتاعها يصر. طب هي حلوه هو الواد احمد ده ذوقه حلو في كل حاجه. مش فاهم الصراحه. عجبك يا ملك؟ هي فعلا ربنا شكلها يكفي شرها جميل. يا رب. كل حاجه فيها جمال. يا دي القرف. انا بالله ما سمعتك. عدتش انا ما عدتش بالله عارفة. سمعتكم، واللي قعدت هتقول كلمه ربع كلمه غلط على المكنه ده مزعل. تاكل ايه يا اخويا؟ جايب باكل البركه محشي. جاي لك نفسي تاكل محشي. بالله سمعتكم وانت صوتك عالي وانت بتقول الله لونها جميل، انتوا هتشتغلوني. فعلا لونها يصر. بالله ما حدش قطعهم الا ما اقف فعلا يا احمد بامانه لونها يصر. يصر يا شيخ انت ده لونها لا صدقني. يسر عدو ولا حبيب. لا، انت ده بتقولي فعلا. ايه يا هنجو؟ لا لونها يصر جايب يا جمله اخوكي. لا انا مش هجامله، انا هجامله عشان ادى العيال 200 جنيه. ده لونها يصر. لا بصراحه لونها طب بالله عليك يا بابا لونها ما هو جميل. جميل. ما شاء الله ما شاء الله ربنا يكفي شرها يا رب. ربنا يكفي شره. بس احنا لازم يا حبيبي يعني قلنا نحط عليه شويه بهارات كده ويا ربنا يكفي شرها يا ربنا رب. يكفيك شرها يا حبيبي. بجد باين راح أكنها يكمل لسه- اكل معاك. اكنها جايه كده لانج. ما شاء الله ما شاء الله. ده كان مفروض بجد يا بابا الاصفر بتاعها لونه يصر كده. لا لونه جميل. انت تطلبها في مواد مش كمان؟ احمد ذوقه حلو في كل حاجه اصلا. فعلا. أنا مش عايز رأي. لا ما ابعدوا كده بعيد عن المكنه. لا واعمل لك ايه؟ جميل. عامل استخدم التليفون. ابعد بعيد عن المكنه ما حدش لها دعوه. يا اخت عليك يا اخت. عايز راي والله يا الصراحه. اخي لا ما عدتش عايز راي حد فيكم. جميل. صورها كده وبين. والله ما انا عايز راي حد لا صور فيكم. صور يا صور لا يا. اسيبكم من جبر والله الخاطر صور ده. صور صور. سيبكم من جبر الخاطر ده والله. استنى عشان ادينا 100 جنيه. صور صور سيبي بس من جبر حلوه الخاطر. لك 100 جنيه. سيبكم من جبر الخاطر بتاعكم دي مش لازم. بس حلوه. لو انت كنت لابسه بنطلون يا بنتي يا مولا كنت خليتي. والله ما على النعمه ما حاطه رجل عليها مش شكلها كده بيفكرني بحاجه تقرف يا ام يا هجور يا. اللي اسمه ايه البيبي بتاع ايلين. لما يكون بطنها وجعانه. انا بالله اتخذ كده لما تكون واخده بالك. ما تتفرجوش يا وحشه. يا اصفر شغلك. مالكيش دعوه. يا اصفر الله جميل. تعبك. والله العظيم يا احمد. اديله انت ده انا بتخبس. بضحك معاك. ده دي بتخبس اول مكنه دي كمان. عليك يا احمد يا اخويا ربنا يسترها معاك. ربنا يكفيك شرها يا. دي وحشه انتوا هتشتغلوني. لا والله العظيم ده عامله ولا سباق يجيبوا في التلفزيون. سديتوا نفسي يا شيخه. ما شاء الله. بيعملوا فيك مقلب يعني بيعملوا. لا لا يا عم هو دي مقلب ولا دي عامله مقلب؟ شبه مكنه ده انا السباق. كنت بصور فيديو بالله قطعته وما عاد جاي لي نفسي اصور. صور براحتك. والله ما مصور. اقسم بالله ما الشياكة مصور. دي انا قعدت الجاية دي شياكة. شرها يا احمد. فعلا عارفة شياكة. كده هي. جبر الخطر يا. لا بجد. والله ما هو بس بس طوال. تاخد لفه عشان ناخد هو معلقه. لونها انا هاخد 200. لونها فعلا جبار. الاصفر ما شاء بتاعها الله. يسور الناظرين. حلو اصفر في اسود عامل قفله. احمد بيقول لك بكره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. لا جميله الف والله. مبروك يا ابو حميد. زوج جميل. بالله وتتهنى كنت بيها. ناوي اخدك ورايا مشوار. طب اقول لك اسمع كده الفيديو. تتهنى استني بيها بس. يا رب فين تتهنى تليفون؟ بيها وبص. كانت هتركب وراك على طول. استنى بس انا بسمعها وانا بقول في الفيديو اخد اموله ورايا سمعني. وكنت بلف ورا امونه واموله على المكنه دي يا جماعه وعمال اقول حاجات حلوه في ام الفيديو وذكريات كانت ليا انا وانت على ماشي ام ما انا كنت المكنه. بقول برضه ذكريات بتهيألي من شويه. هي كانت ما امل قايله نفس الذكريات دي والله. بس يا احمد بصراحه زوجة. ربنا يكفيك شرها يا رب. ربنا يكفيك شرها. هوندا هوندا يا انت هوندا. بالله عليكم حلوه ولا وحش؟ جميله بس على مهلك يا احمد. والله انتوا بتعملوا لا، لا. كده. بيعملوا فيك مقلب يعني صوروك.
كنا عايزين نسويه، قلت لسه الوقت الان. هو ربيت الجيران. بنت الجيران شغلانة عينيا، وانا في المكان في الخلقة حواليا. اصلا ذوق ما حد مش عايز ذوق نسوان في المكنه الياباني. لا 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 ذوق لا لا، احنا حرقنا دم. لا لا ده جميله، ده على فكره مش باينه في الكاميرا. احمد انت نازل عليهم سخني طلح، بيقولوا عليها ايه؟ بيقولوا سلخ ولا بيقولوا ايه؟ نازل عليهم سلخ بالله عليك يا اما رايي. لا ما شاء الله. هعمل فيديو ايه بقى؟ الفيديو بتاعك خلي نفسك يا حبيبي، احنا الفيديو بتاعتنا طبعا. مثلا انا عامل فيديو ما مش هنحط الفيديو بتاعك على الفيديو بتاعك. بتاعك بعدينا بقى. لا لا لا، حط ده على ده ويبقى ايه؟ تعالي هنا واحد. حط الفيديو بتاعك. والله العظيم انا كنت عايز اعمل فيديو ذكرى حلوه. الاول كنت عايز اعمل فيديو ذكرى حلوه للقناه المكني، انتوا حرقتوا. ليه حرقتوا دم احمد اصلا اخوك جاب والله. المكنه الياباني يا اسماء، والله حرقتوا دم. ذوقها جميل والله. وشكلها جميل، وادعي له كده. تحفه. رن عليا واتس كده وانا اصورها لك. ايه رأيك يا ابو ايلن في المقلب يا الجامد احمد ده؟ اسماء، كلم اسماء. يا سم تعالى هنا. شبشبك فين يا والله مان؟ يا اسماء يا اختي سد نفسي يا اسماء. هات الشبشب ما تمشيش. احمد ابعد عني عشان يحط عليها في سقف الكاميرا، كنت عاوز سد احمد نفسي المقلب. والله. جاي مبسوط بالمكنه وعملت يا لي اخويا ما انت حرقت دمنا بما فيه الكفايه، الكبير والصغير. انا قلت لها انا ايه اللي عمل المكنه هتبقى صفرا اصلا، بس ما حرق. بس بقول لك يا اخوتي انا مش عارف اتكلم معاها والله ما عارف اتكلم معاها. هي بسماء، هي سوم. قولوا لي نامت يا جماعة، كنت عايزاها حاسس تصحى ان انتوا عشان تقول طفيتوا رأيها. فرحتي والله. لا 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 ما يكسرش فرحتك ابدا يا احمد. لا يا احمد، لا يا احمد، لا يا ما احمد. نقدرش على زعلك يا ابو قلنا. ايلن. طب البس جامدة. البنطلون والجاكيت. احنا قلنا نديها لك في دماغك الاول وبعدين نقول لك راينا. لا ناوي تروح على راس البر. طب ولا انا شايلها على رجلي دي؟ خلوها معاكم. المرضعه موجوده؟ اه ايه؟ والله خدها هنا اعملها نطلع بس. لا مش طالعة على لا فكرة. والله نطلع انا لا. بالله عليكم يا جماعه بالليل- انتم، بالليل. انا هنزل لكم تصوير المكنه حلو لان انا مصورها كويس. سيبكم من التصوير ده ما هياش باينه فيه. هنزل لكم تصوير المكنه حلو. بالله عليكم تدعوا لي دعوه حلوه من قلبكم، وكل يقول رايه بامانه. وانزل لكم صورها قبل ما تتشد وصورها بعد ما اتشدت، وقولوا لي رايكم بامانه. جميله يا مودي. وقبل اي حاجة انزل انزل حط حط اللايك اللايك. وقولوا رأيكم في المكنة يا حبايبي. والموتوسيكل جميل بصراحة، شكله حلو. دعواتكم من احمد، ربنا يا رب يكفي شرها، ويا رب الفيديو يكون يا رب عجبكم يكفي شرها يا رب. يا رب. اللهم امين. بس قلنا انا نعمل بصوا فهمك اي حاجه صغيره كده. من الاخر انا خدت الصدمه بجد. انا خدت الصدمة بجد. خدها. ماشي عادي، بس اقول لكم على حاجه، انا لسه مبسوط بالمكنه. لا وأنا جميله مبسوطة جميله والله بجد، بجد. ذوقك تحفه. اه والله. يلا ونشوفك على خير. ونشوفك على خير الفيديو الجاي ان شاء الله في يوم جديد وفيديو جديد. مع الف سلامة حبايبي.